تعالى قول لي دخلت كام انترفيو لسوفت وير تيستر واترفضت؟ عشان بكل بساطه الشركات دلوقتي بتدور على سوفت وير تيسترز بس مفيش حد مؤهل. طب ليه؟ عشان معظم الناس اللي بتتعلم بتاخد معلومات من مصادر كتير او بتتعلم شويه نظري بس، واول ما بيدخلوا الانترفيو بيقعوا. وعشان كده احنا عملنا ليك دبلومه السوفت وير تيستنج، دبلومه منظمه وعمليه وكل اللي معمول فيها عشان يأهلك لسوق العمل. اول حاجه بنبدا بالاي سي كي بي فاونديشن ليفل، وده الاساس اللي لازم اي سوفت وير تيستر يبدا بيه. وبعد كده بندخل على الاجايل عشان تقدر تشتغل في بيئه اجايل زي اللي كل الناس شغاله بيها دلوقتي. وبعد كده بنشتغل على الداتابيز تيستنج، بنعلمك سيكوال وازاي تختبر البيانات من جوه السيستم لان اغلب الشغل كده كده مرتبط بالداتا. وبعد كده بنخش على المانيوال تيستنج، ازاي تكتب تيست كيسز ونعمل باج ريبورت، ولازم تفهم التيست بلان بشكل عملي. ولما تكون متمكن شويه بندخلك على الاوتوميشن تيستنج، هتشتغل بايدك على سيلينيوم وبتكتب اكواد اوتوميشن حقيقيه مش مجرد نظري وخلاص. وكمان عملنا لك جزء خاص بالموبايل تيستنج، ازاي تختبر تطبيقات الموبايل على اندرويد واي او اس. وكمان هتتعلم شويه عن مجال الاي اي في التستنج. وطول ما انت ماشي معاك منتور بيراجع شغلك وبيرد على اسئلتك وبيقول لك ايه اللي انت محتاج تطوره. واول ما بتخلص الدبلومه بنعمل لك بروفايل على منصه سيلكت، هي منصه توظيف معموله علشانك، يعني الشركات بتقدر تشوف شغلك وتكلمك على انترفيو على طول. فلو عايز تخش مجال مطلوب بطريقه منظمه وعمليه سجل دلوقتي في دبلومه السوفت وير تيستنج وهنبعت لك كل التفاصيل.